في كل بيت في مرأة بتحاول إن هي تقوم بكل حاجة، الأم المثالية، الزوجة الصالحة، البنت الجميلة، واحدة ست بتحاول تعمل كل حاجة، بس في سؤال كده بيكون خايفة إن هي تسأله، هو أنا فعلًا أعرف نفسي والّا ما أعرفش نفسي؟ في ستات كتير بتخاف إن هي تسأل نفسها السؤال ده، بتخاف إن هي تقرّب، وده بقى السؤال، هل ممكن الوعي يكون رعب أكتر من الجهل؟ وده اللي إحنا هنعرفه النهارده مع ضيفتنا الجميلة عبير عبد الهادي، مدربة الوعي الأنثوي. أهلًا بيكِ يا عبير ومنورة بودكاست هتفرق معاك. أهلا بيك يا نوران. النهارده بقى هنتكلم عن موضوع إيه بقى مميز جدًا، وهو فكرة الوعي الأنثوي، عايزين نتكلم عليه بقى وتقول لنا إيه الوعي الأنثوي؟ الوعي هو إن الإنسان يعي بكل حاجة هو بيعملها، فالوعي الأنثوي هي إن الأنثى تعي بهي عبارة عن إيه، والوعي الأنثوي ملوش علاقة إطلاقا لا بالشكل ولا بالمظهر ولا بطريقة الكلام، ده يعني حاجة بسيطة جدا على جنب بالنسبة لأن الأنثى تبقى أنثى. الوعي الأنثوي هي إن كل واحدة تعي هي عبارة عن إيه. عشان كده في ناس بتبقى متخيلة إن الوعي الأنثوي ده حاجة الناس كلها تطبقها ليه شكل معين، لا، كل واحدة ليها الوعي بتاعها، الوعي بقدراتها هي، بإمكانياتها هي، باحتياجاتها، بقيمها. فعشان كده الوعي الأنثوي بيختلف من شخص للتاني. فالفكرة اللي بتطلع بتاعت ان حد يطلع ببروباجندا بحاجة معينة يقولك بالضبط. الأنثى لازم تعمل، لا، مفيش حاجة اسمها كده خالص. كل أنثى ليها الحاجات بتاعتها اللي هي تقدر تعملها في وعيها هي، هويتها، قدراتها هي. طيب في الحتة دي ليه ستات كتير بتخاف إن هي تقرّب وتعرف إيه الحاجات اللي هي محتاجاها؟ خدي بالك الإنسان بصفة عامة بيخاف من المجهول، صح، دي حقيقة. فما بيحاولش يقرب من حاجة هو مش عارفها، جنب ان احنا اصلا في فكرة دايما سايدة عن ان الوعي ده بيعمل مشاكل، ان الانسان بيبقى مثلا بتبقى شخصية اجريسيف، يعني في افكار كتيرة قوي متاخدة عن فكرة الوعي بالنسبة للناس. فبالتالي يعني عارفة اللي هو اللي اعرفه باخاف احسن من اللي من اللي معرفوش، معرفوش. يعني لحسن يجي حاجة تبوظ لي حياتي، خليني زي ما انا كده. يعني هي كده الحياة بتبقى انت عارفة، بحسها دايما كأنك مولعة نار وانت قاعدة في التكييف، فهو أيوه. خايف يروح يشوف النار حرقت ايه. هي دي بس الفكرة. هي الستات دايمًا أو الناس عامةً بتخاف إن هي تاخد الrisk في حاجة، أنا أقعد في المنطقة الآمنة بتاعتي أكون بالظبط. الدنيا تكون تمام. لا، بس هي بجد الحياة بتبقى كأنها ولعة وانتي قاعدة في التكييف ومش عاملة نفسك مطنشة، خايفة تروحي تبصي على النار دي تكتشفي انها ماسكة في حاجات كتيرة ومولعة حاجات كتيرة، في خسائر كتير. طيب هنا بقى فكرة أصلًا الوعي، ده بيخلّي المرأة بيخلّيها هي حُرّة أكتر والّا ممكن تدخل في الzone أو الحتّة بتاعة الوحدة؟ لا، بصي الوعي هو الحرية الصح. بمعنى؟ يعني ان الست بصفة عامة تبقى عارفة حدودها، عارفة قدراتها، عارفة هي عايزة ايه ومش عايزة ايه. فده احيانا بيخليها، الناس بتسميها وحدة بس هي مش وحدة. تخيلي ان انتي موجودة في وسط ناس انتي مش منتمية لهم، لمجرد انك تبقي موجودة في وسط ناس. صعب أوي، بالظبط. صعب ده أوي. ده يعني انا عايزه اقول لك ان الوحده في وسط الناس اسوأ بكتير أكون لوحدي. من انك تكوني لوحدك، يعني لان وانتي لوحدك هتبداي تدوري على حاجات تستمتعي بيها، هتفكري، هتدخلي جوه نفسك. انما ان انتي تبقي يعني عندك شعور بوحده في وسط ناس مش فاهمينك، مش مقدرينك، مش حاسين بيكي، بالعكس انتي بتروحي متضايقه اكتر. فالحريه هي ان انا اعرف اختار ايه وما اختارش ايه. ودلوقتي بقى هندخل في حتّة مهمة جدًا، هل ممكن الوعي في الحتّة دي يغيّر شكل أصلًا العلاقة بتاعة المرأة بالراجل؟ اه طبعا. إزاي؟ اه طبعا. تخيلي ست عارفة احتياجاتها، عارفة قدراتها، مش هتبقى عبء في العلاقة على الراجل. احنا مشكلتنا في العلاقات كلها ان الناس بتدخل العلاقات عشان احتياجات معينة هي عايزاها من اللي قدامها، عايزة صح. احساس بالامان، عايزة احساس بالحب، عايزة احساس بالتشجيع، 10,000 احتياج. فده بيبقى عبء على الشخص اللي قدامك لان هو كمان عنده احتياجات. فاحنا لو فضلنا احنا الاتنين كل واحد داخل عشان يعني يعمل احتياجات الشخص اللي قدامه، لا، علاقة مرهقة، علاقة يعني تتعب، تتعب. العلاقة تتعب. بالظبط. بعكس بقى ان انتي تبقي شخص عارف قدراته، عارف حدوده،
يعني انت عندك الاشخاص مثلا اللي هي بتغير كتير زيادة عن اللزوم، الاشخاص اللي بتشك زيادة عن اللزوم، دي كلها حاجات بتسبب ارهاق جوه العلاقات. فلا طبعا المرأة الواعية اللي عندها ثقة في نفسها، اللي ما عندهاش متطلبات كتير لمشاعر كتير وحاجات كتير. على فكرة خدي بالك، الوعي مش معناها ان انا ما يبقاش عندي الحاجات دي، بس ابقى واعية ان انا عندي الحاجات دي. يعني مثلا لو انا عندي متطلبات عاطفية كتير، اوكي، ابقى واعية ان انا عندي متطلبات عاطفية كتير، فما بقاش مرهقة للشخص اللي قدامي. يعني لما الاقي نفسي ايه، انا اعمل بالانس. ايوه، اما الاقي نفسي عماله اطلب تقدير زياده زياده زياده، اخد بالي ايه ده انا احتياجي بدا يطغى على العلاقه، بدا يبقى ارهاق على الشخص اللي قدامي. فهو ده بقى الوعي، ان انا ادرك ايه الشعور اللي عندي اللي انا برهق بيه الناس اللي قدامي. اهتمام زياده، تقدير زياده، ان انا ابقى متدخله في حياتك زياده، اعتبر ان ده حب. كل ده هو ده بقى الوعي. مش ان انا ما يبقاش عندي المشاعر دي، ان انا ابقى واعيه بيها انها بتقود حياتي بطريقه اوفر، ممكن تحطم العلاقات وتبوظ العلاقات. وده للاسف اصلا بيحصل كتير. عشان الناس مش واعيه، هي بتتخيل ان طلبها للاهتمام ده شيء عادي، وده ان انا افضل مش طول عادي. الوقت. هو حتى على فكره الوعي سواء للراجل او للست، ما الراجل احيانا بيطلب التقدير كتير زياده عن اللزوم، ما هو برضو لازم يعي ان هو مش لازم افضل اقول لك قد ايه ان انت ممتازه. ده اسمه بقى، هو ده بقى كل حاجه فكره في الوعي. وقتها المظبوط حلوه. لا بس انا قصدي ان هي دي فكره الوعي، ان فهمك. انا اعي ايه اللي بيقود حياتي، ايه اللي بيخليني اتصرف بالشكل ده. فعشان كده بقول لك الوعي مختلف من شخص للتاني. طيب في الحته دي بقى، هل الراجل ممكن يخاف من الست الواعيه ولا يحب يرتبط بيها؟ الراجل الناضج هيحب الست مهمه قوي الواعيه. الحته دي. الراجل الناضج هيحب الست الواعيه، لان الست الواعيه ست واضحه، مش مرهقه في العلاقه، هي عارفه هي عايزه ايه وبتحب ايه وبتكره ايه. صح. فالراجل الناضج دي بالنسبه له هتبقى حاجه مريحه جدا. الشخص اللي مش ناضج بالنسبه له ده هيبقى شيء مرهق، هيبقى متوتر، ده مش فاهم، لسه عنده الفكره بتاعت الشك، هي اللي بتقوله ده حقيقي ولا مش حقيقي، هي اللي هي عايزاه ده ولا لا. انما الست الواعيه لا، هي عايزه عارفه ايه عايزه ايه، بالظبط. ورافضه ايه وبتحب ايه وحدودها فين وكده. فبس فالراجل الناضج هو اللي يحب الست الواعيه، انما الراجل اللي مش ناضج لا طبعا ما يحبش الست الواعيه، مرهقه بالنسبه له. يخاف منها ويبعد. اه طيب في الحته دي المراه الواعيه ممكن تكون اصعب في العلاقات؟ اصعب في العلاقات. إن هي يعني طول ما هي واعية زي ما كنتِ بتتكلمي في الحتة دي، إن هي فاهمة هي عايزة إيه، واعية هي إيه الاحتياجات بتاعتها، فده ممكن يخلّيها إن هي مثلًا تدخل في علاقات يعني بتبقى صعبة، مش سهل إن هي تدخل في علاقة. هقولها لك بطريقه تانية، هي ممكن تكون صعبه لبقيه الناس اللي موجوده حواليها، مش عشان هي صعبه، تمام. بس علشان الانسان لما بيبدا يعي لنفسه ولقدراته. انت مثلا هتيجي تطلبي مني طلب وانا تعبانه، فالوعي بتاعي هيخليني اقول لا انا مش قادره. فده بالنسبه للناس شيء مرفوض. الناس دايما عايزه الشخص المتاح، بالضبط، الشخص صح. اللي في اي وقت يطلبوا منه حاجه يعملها. ففكره ان انت تحسي ان انا عندي حدود، ده شيء ممكن يضايق الشخص اللي قدامك. فكرة ان انا ابقى واعية، انا مثلا انت هتعملي حاجة مثلا منافية للقيم بتاعتي، هتلاقيني ارفض، فده ممكن يضايقك. انت ما عادي، ما تخليكي معانا، ما تعملي زي ما بنعمل. فالشخص اللي عنده وعي هو مرهق للعلاقات اللاواعية. يعني انما بالنسبه فاهماكِ. برضو للناس الواعيه لا، يعني لان انا زي ما بحترم، زي ما انت هتحترمي حدودي انا كمان بحترم حدودك، ده شيء مريح جدا بالنسبه لك. هحترم قيمك. يعني انت مثلا ممكن تقولي لي لا بصي يا عبير انا مش بحب الحاجه دي، عادي احترم ده، ما افضلش اقول لك ليه يا نوران عادي ما جربي، عارفه الزن لا. بالضبط. فالعلاقات اللي الاشخاص فيها في حاله وعي هم مريحين لبعض، بس متعبين للناس اللي ما عندهمش وعي. لان زي ما بقولك كل شيء احنا عندنا مشكله في الحياه، ان احنا حاجات كتيره قوي مستباحه. فان انت تيجي تحطي لي عند حاجات تقولي لي لا انا مش عايزه ده، لا انا عايزه ده، لا انا مش موافقه على ده، اكيد هبقى مرهقه. صح.
بالضبط. طب وده أصلًا ممكن كمان يخلّي الست الواعية الناضجة في الحتّة دي، ممكن يخلّيها كمان إن هي ما تتنازلش بسهولة؟ ما هي زي ما بنتكلم، هو هنا مش الفكرة التنازل، الوعي بيخلّي الناس كلّها مش الست بس، عندها مرونة، تعرف إمتى تتنازل وإمتى ما تتنازلش. مش إحنا عندنا مشكلة إن إحنا اتعلّمنا التفاني، بالضبط، اتعلّمنا العطاء المُفرط، واعتبرنا إن دي هي كده الشيء الصح. وده ف غلط. بالضبط، فكون إن أنا أتعلّم إن أنا لأ، يعني أرفض حاجات، أوافق على حاجات، في مرونة. هو مش خُدي بالِك، الوعي ما فيهوش القسوة أو العنف ده، لا، لأ، بالعكس، في قلبيه مرونة واتزان وحاجة حلوة. يعني أنتِ مثلًا ممكن تقولي لي: عبير ممكن تيجي معايا المشوار ده مش عارفة إيه، فأنا أقول لِك: نوران بُصّي أنا تعبانة وهاريّحِك، مش هاقعد أقول لِك وحدودي الشخصية وأنتِ كده بتتعدّي، لأ، ما مش ده الوعي. الوعي بالضبط. إن أنا أعرف كمان أوصّل للي قدّامي وأتقبّل اللي قدّامي. حتّة التقبُّل دي حتّة مهمة أوي. أيوه، إن أنا أتقبّل إن اللي قدّامي ممكن يكون عشمان، ممكن يكون ما بيقدرش يتحرّك من غيري، إنّما ما مش دايمًا مثلًا باحُط الفكرة بتاعة هو عايز يستنزفني، لأ، مش بالطريقة دي. فهي الموضوع بس يعني زي ما باقول لِك كده، هي مرونة، الوعي كل حاجة من الحاجات الحلوة هي موجودة جوّه الوعي. صح. يعني أنا على فكرة مش انحياز للوعي، بس ده حقيقي، الوعي بيخلّي الحياة أهدى، ألطف، أبسط، في سلام كده في بتحسّي، سلام، بالضبط. ودي أصلًا بتبقى نقطة مهمة أوي. على فكرة هي دي أساس الراحة في الحياة، الإنسان دايمًا تعبان بسبب إن هو مش قادر يرتاح، بس. طب الوعي هنا بقى ممكن ناس تقول إيه، إحنا بنتفرّج على مثلًا فيديوز كتير على السوشيال ميديا ونقعد نقلِّب، هل الوعي هنا ده لازم من وأنا صغيرة أكون فاهمة كده كبنت أو بنوتة قبل حتى ما تتجوّز، والّا ده موضة بقى، إن أنا دلوقتي الموضة بتاعة الوعي؟ لأ، بُصّي الوعي ده أنا كنت أتمنى إن أنا يعني أدخل وأتعلم الحاجات دي من بدري، وده اللي أنا دايمًا باحاول أوصّله لولادي. هيختصر عليكم حاجات كتير دي أوي، حقيقة، دي هيختصر حقيقة. عليكم اختيارات غلط، هيختصر عليكم علاقات غلط، هيختصر عليكم حتى في شغلكم، في علاقاتكم. يعني خدي بالِك الوعي ليه علاقة بكل العلاقات في كل الأشكال، مع أهالينا، مع صحابنا، مع أزواجنا، مع دي حقيقة. ولادنا، مع الناس اللي بنشتغل معاهم. فلأ، الوعي ده حاجة حلوة، لإن بتتعلمي لا تيجي على نفسِك ولا تيجي على اللي قدّامِك، لا ترهقي نفسِك ولا ترهقي اللي قدّامِك، لا تبقي load وعلى نفسِك ولا load يعني كل حاجة ميزان بتمسكيه بتحاولي إن إحنا نضبط الدنيا فيه في الحتّة تضبّطي دي. الدنيا في كل العلاقات. بس فلأ طبعًا الوعي مش موضة، لأ. نرجع بقى لموضوع الوعي والرجال، ليه بقى في الحتّة دي ممكن الراجل يسيب ست جميلة وناجحة؟ ده السؤال اللي محيّر ستات كتير، العالم كلّها. كتير أوي بيسألوا. بُصّي يا ستّي، أولًا الراجل في البيت هو مش هيعمل حاجة بنجاحها وإنها جميلة، أوكي؟ يعني دي اللقطة الأولانية اللي بتلفت نظره إنها ست ناجحة وجميلة ومميزة وناس كتيرة أوي حواليها. حلو. بس في الحياة بعد كده العلاقات مش بتنجح غير بالتواصل. ف جوّه البيت بقى. جوّه البيت، أوكي، بالتقدير، بالتواصل، بالاهتمام، حسب بقى كل احتياجات بتاعة كل شخص. فعشان كده ناس كتيرة أوي بتبقى مستغربة، دي سابها، دي قمر، دي وناجحة ومش عارفة إيه، هو مش هيعمل ده. يعني ده مش ده جزء بس ده مش اللي كُلّه. لأ، مش ده اللي بيقوّم العلاقات في الحياة. دي ممكن تبقى تنفع كمديرة شغل مثلًا، واجهة وشخصية ناجحة وبتاع، إنما مش سبب كافي إن العلاقة الزوجية تكمل أو الحياة في البيت تكمل. وده ممكن في الحتّة دي يخلّيه إن هو يتجوّز واحدة تانية عشان حصل اكتفاء مثلًا في الحتّة دي، وإن الشخص التانية أو الزوجة التانية دي خلّيته إن هو يعني أشبعته مثلًا نفسيًا مثلًا بس التواصل، بالضبط. التواصل الناجح، الأصل العلاقات كلّها هي التواصل. فهو ممكن يسيب بقى الست اللي محيّرة مصر دي كلّها أو العالم كلّه، أيوه. ملكة جمال الأطلنطي دي، ويروح لشخصية عادية جدًا، والناس يبقى عندها التساؤل ده، ليه؟ اشمعنى؟ بالضبط. عشان هو ما لقاش في العلاقة دي أي شيء يريحه، ما لقاش فيها متطلباته، احتياجاته. تاني هو انبهر، بس بالشخصية اللي بس جوّه بس البيت. ده برضو دليل على عدم نضج بصراحة.
يعني عدم نضج الراجل الراجل في الحتة دي. ان صح. هو يختار شخصية بالشكل ده من غير ما يهتم بالتفاصيل اللي بتقوم عليها العلاقة في الحياة. احنا مش زي ما بقولك وده الأساس، اه فلو هو يسيب ده إيه؟ يعني زي ما بقولك هي تنفع مثلا اخد المواصفات دي لواحدة مثلا هتدير لي شغلي، هشتغل معاها، انما مش اختار واحدة اعيش معاها واعمل معاها حياة لمجرد انها ناجحة وجميلة. ده ممكن يكون الجزء الأولاني، لكن في الحياة عامة لأ. مش سبب كافي مش سبب. للجواز. مش- مش طب سبب كافي للجواز ان الشخصية دي ناجحة وجميلة، ده مش سبب كافي للجواز. طب هنا بقى في الحتة دي الحب ممكن يكون سبب كافي للجواز؟ أه الحب هو الباب، يعني الباب كده اللي اللي بنفتح بندخل منه. منه ندخل منه العلاقات. الوعي هو اللي يخلي الباب ده مفتوح او يقفله. نقطة مهمة جدا. مم. نقطة يعني مهمة. الحب وحده لا يكفي. صح. الحب وحده لا يكفي. ناس كتيرة قوي بتبقى متخيلة ان الحب، والدليل على كده ان هم بعد ما بيدخلوا جوه العلاقة ويبدأوا يعيشوا مع بعض مش بيقدروا يكملوا. ممكن العلاقة دي تبقى مؤذية، يعني تبقى متطلباتها كتيرة. يعني مثلا الزوج مثلا عنده تطلب تقدير كتير، الست طالبة اهتمام كتير، عندها عندهم شك، عندهم غير، عنده تفاصيل كتير قوي. الوعي بيظبط التواصل وبيظبط العلاقات. فالحب ادخل بيه، انما ما يكملش. طب في الحتة دي عشان كده ممكن ناس مثلا حبت بعض وانبهرت في الأول، وأول لما اتجوزوا حس إن كل واحد فيهم مختلف، كل واحد عنده طريقة تفكير مختلفة، الشخصية بتاعتهم بتكون مختلفة. بصي دي مشكلة كبيرة جدا. أنا من ضمن الحاجات اللي أنا يعني نفسي إنها تتعمل زي ما بيتعمل اللي هو التحليل بتاع ينفعوا للجواز أو لأ، الجواز ولا لأ؟ يتعمل برضو حاجة اسمها تحليل الشخصيات. والله ده الناس مهم دي جدا. صح. تنفع تعيش مع بعض ولا لأ؟ الموضوع ده مش بسيط. يعني تخيلي ان ميولنا اصلا، يعني مختلف. مثلا واحد بيحب ان هو يخرج ويتفسح والتاني بيتوتي، بيتوتي. حد بيحب ان هو النجاح والانطلاق والشهرة والتاني بيكره ال مثلا السوشيال ميديا. انتي الناس بتبقى مختلفة بطريقة غريبة. على فكرة النقط اللي انا بكلمك عليها دي نقط كده واضحة، في نقط بتبقى مش واضحة. يعني تبص تلاقي راجل مثلا ناجح قوي وطموح جدا وطول الوقت بره، ومراته من النوع اللي بتحب البيت والأسرة وكل شوية بتدور عليه. ده سبب كافي ان العلاقة دي ما تبقى تكملش. مهلكة بالنسبة له وبالنسبة لها. هي هتفضل تزن انت مش موجود، وهو هيفضل يزن انت مش مقدرة اللي انا بعمله. وده مش لا بيقلل منه ولا بيقلل منها، هو نوع وهي وهي نوع. نوع. صح. فعندنا حل من الاثنين، يا نتأقلم على كده، انما مستحيل ده يعمل اللي ده عايزه ولا ده يعمل اللي ده عايزه. طب فده الوعي، ان انا ابقى عارفه انا عايزه ايه من العلاقه دي، انا عايزه اتجوز ليه. انا متطلباتي زوج بيقرب مني، قاعد معايا معظم الوقت بتاع، خلاص. ولا والحتة عايزه. دي بتختلف من واحدة للتانية. بالظبط. طيب وممكن في الحتة دي برضو في ناس ممكن تقول ايه، انا مثلا لما اجي اختار شريك حياة انا عايزاه يكون شبهي في صفات كتير، وحد تاني ممكن تقول لا انا عايزاه يكون مختلف عشان احنا الاتنين نكمل بعض. الاختلاف ده اختبار كبير. مش اي حد مش اي يعرف ان اه هو على يستحمل. فكره هو الاختلاف ده محطوط. هقولك على حاجه، في مثلا نوع من الناس بتحب تخرج كتير قوي، تلاقيها تتجوز على الحظ مثلا واحد بيتوتي. بيتوتي. صح. على فكرة هو ربنا حاطط العلاقات دي عشان تعدل بعض. هي تعلمه يخرج شوية وهو يعلمها تعتدل وتقعد شوية. بس احنا بقى مش بنبقى فاهمين كده، لا هو عايز يخرج ولا هي عايز تقعد. لا، فالعلاقات المختلفة جاية عشان نعلم بعض التوازن، نوازن حياة بعض، ده الغرض منها. فده برضو حتى لو احنا عرفناه من قبل ما نرتبط، هنعرف انا ليه برتبط بشخص بالشكل ده. ما هو اكيد الشخص ده فيه مميزات تانية كتير عجبتني خلتني اختاره، بس في قلبي النقطة دي اللي احنا الاتنين مختلفين فيها. زي ما بقولك احنا بنبقى جايين نوزن بعض. الشخص اللي ناجح وطول الوقت بره البيت والشخص اللي جوه البيت، هي جاية تعلمه يتزن. انت ما ينفعش طول الوقت تبقى بره، بس نتقبل بعض، وخلال الرحلة نحاول بقى ايه، نتوازن. نوازن بقى مع بس ده بعض. مش هيحصل غير ايه، غير بالوعي. لما نعي الوعي ان احنا بنعمل ده. الشيء اللي ما بنشوفوش ما نعرفش نغيره. صح.
صح، والنقطة دي فعلا مهمة قوي. وعشان كده ممكن يكون الوعي هو اللي بيحدد أصلا المصير بتاع العلاقات والجواز. اه طبعا، اه طبعا، لان احنا كل واحد فينا هيعي هو بيعمل ايه، عايز ايه، بيرفض ايه، متقبل ايه. فلما هنقعد مع بعض ونتفق ونحط البوينتس الاساسيه لحياتنا، لا الحياه هتمشي. وهبقى عارفه ان هو عدم وجوده مش اهمال ليا، ده هو جوه دماغه النجاح. انت فاهمه قصدي؟ فهماكي. وهي طلبها للاهتمام، او ان انا اكون موجود في البيت مش معناه ان هي رافضه ان انا انجح. هي عندها احتياج وانا عندي احتياج. فعشان كده الوعي، لا هو بينجح العلاقات طبعا، ان كل واحد فينا يبقى فاهم ان اللي قدامه مش بيعمل كده بيعنده ولا بيضايقه ولا قصده ان هو يبوظ له حلمه. هو كمان عنده احتياج زي ما انت عندك احتياج. نيجي بقى لسؤال تاني، لو الست في الحتة دي دخلت علاقة وهي مش عارفة أصلا نفسها ومش عارفة احتياجاتها، ممكن الراجل يفهمها في الحتة دي ويعرف هي عايزة ايه؟ بصي دي من النقط اللي بتعمل مشاكل كتير جدا. تخيلي حد مش شايف نفسه او مش عارف نفسه، ازاي اللي قدامه يفهموا. حتى لو عرفه وفهمه؟ يعني انا مثلا دايما بيحصل مشكله، مثلا يجي واحد يقول لمراته ايه، انتي شكاكه، تقول انا أيوه. شكاكه. ما هي مش شايفه، فانتي لو حلفت لها من هنا لبكره الصبح هي مش اصلا هصدق كده أصلا مش الحتة هتصدق. دي. فنو واي ان انسان مش عارف نفسه حد هيقنعه بنفسه او هيفهمه نفسه. ما خلاص ما ينفع. لا صعب. يعني الشيء اللي مش هنشوفه احنا بنفسنا يعني عارفه اللي هو فكره شايفه هنا في حاجه، فين أنا مش فين شايفة. فين, فين؟ انا مش مش شايف، شايفة لا. بالظبط انا مش شايف. فبالعكس دي ممكن تعمل مشاكل اكتر، ان هو يقول لها على حاجات هي مش عايزه تشوفها في نفسها. خدي بالك احنا بالفطره عارفين نفسنا نسبيا، وعارفين مشاكلنا، وعارفين كل حاجه في الدنيا. وعدم يعني اعترافنا بيها هي بس نوع من انواع ان احنا مخبيينها او متغاضيين عنها او مش عايزين نصدق انها فينا. فانت بقى جايه تقولي لي انت وحشه؟ أنا مش هصدق طبعا. ما ده أنا كمان أنت بتقول هكرهك. إيه ده انا ثانية كمان واحدة؟ هكرهك. أيوه لا ده بالظبط. انا كمان هكرهك. يعني انت ازاي بتقولي عليا كده؟ فلازم الانسان الاول يعرف نفسه علشان يعني يصدق او زي ما قلت لك، الوعي مش ان انا اقول انا مع انا بيرفكت. الوعي ان انا اتعامل مع عيوبي من غير ما تسيطر على حياتي. إن بالظبط. أنا أصلا أعرف إزاي أتعامل مع الحتة دي، مع العيوب بتاعتي، من غير ما ده يسيطر ويأثر عليا أصلا بشكل سلبي. بالظبط، على فكره هو ما فيش مشكله، مثلا في ناس زي ما بقولك بيبقوا عاطفيين مثلا زياده عن اللزوم، مشاعرهم جياشه، كل حاجه بيتاثروا أوفر. بسرعه وبتاع، حساسين. أمعي إن أنا شخص حساس، أما أجي ألاقي نفسي بأفور زي ما بيقولوا في موضوع، أتراجع أقول إيه الأوفر اللي أنا فيه ده، اهدي. فهو ده الوعي، إن أنا أبقى عارفة فين الدفوع وأتعامل معاه، أوزنه. ما خليهوش بقى انتوا اللي مش حاسين بيا، انتوا اللي مش أعمل فاهمين. إسقاط على اللي فيا، على الشخص اللي لا قدامي. ابقى بالحاجه اللي عندي انا، اللي مطالبه اللي قدامي ان هو اللي يستحملها. هو أصلا الشخص بيبقى مستحمل حاجات، اللي هو يعني مش صعب إن هو يستحمل كل حاجة حواليه أو على الناس اللي حواليه والحاجات اللي بتحصل، لو أنا مستحملها في حتة معينة. هي كده اي شيء في الدنيا بيزيد بيبقى صعب استحماله. بالظبط. يعني كل ممكن حاجة ليها استحمل ليميتها بالظبط. دي. يعني ممكن استحمل ان انت مره مثلا تعاتبيني، انما مش هستحمل ان انت كل ما تقابليني تعاتبيني صح. وتقولي لي ما انا بحبك. لا. لا ده مش حب. بالظبط. فان انا بقى اعي ان انا شخص كتير العتاب، هيخليني ايه ده، لا مش لازم بقى اهدي كده، ارجعي لورا، ما تبقيش اوفر. هو ده الوعي. هو ده الوقت. هو ده الوعي. هو ده الوعي. طيب ممكن في الحتة دي إن الراجل يسيب الست اللي خلاص بقى هو اتجوزها وقعد معاها سنين عشان ما بقتش تشبع الاحتياجات بتاعته؟ ما هي دي برضو مشكلة من ضمن المشاكل اللي بتقابلنا في الحياة، ان احنا بنجوز الناس علشان يغطوا لنا احتياجاتنا. اوكي. فالاحتياجات دي هي ليها مثلث. اوكي. اول ما بتخلصي احتياج بتدخلي على الاحتياج اللي بعده. عشان كده دايما مثلا تبصي تلاقي ايه، واحد جاي في بداية حياته مثلا يرتبط بواحدة امكانياتهم هما الاتنين على قد بعض، هو ما اخدهاش عشان حاجة اكتر من ان هما الاتنين امكانياتهم متساويه. مساوية. خلاص. جه هو علي، بقت هي، هو تحت. اخدها عشان تبقى متساويه. يا تعلى معاه فاهمه؟ هم دلوقتي في فهماكي. بند هم متفقين من الاول على التساوي. هو جه علي، هي ما عليتش، سابها.
فهي دي الفكرة بتاعت الاحتياجات، فأنا بخلص احتياج أدخل على الاحتياج اللي بعده، خلص احتياج. فلازم اللي فهو معايا يمشي معايا على نفس النمط ده بتاع التفكير، ان احنا نطلع مع بعض لو احنا متفقين على الحتة دي. لا، هي المفروض ان احنا ما ناخدش الناس اصلا تغطي لنا احتياجاتنا، لان احنا احتياجاتنا متغيرة، فده معناه ان احنا كل شوية هنغير الناس. لا اوكي، مش فهي هنضيع هنا عقل. الغلطة. هنا الغلطة ان احنا بناخد الناس بالنسبة، يعني اللي تغطي احتياجاتنا، مش بناخد الناس بناء على صفات تانية. الجواز مش قائم على الاحتياجات. عشان كده الكلمة اللي بنقولها لازم الإنسان يعرف هو عايز إيه، ويغطي جزء منه لنفسه احتياجاته، ويغطي جزء من احتياجاته دي لنفسه، عشان ما يبقاش عبء على العلاقة اللي قدامه. وزي ما بقولك، يخلص احتياج يدخل في الاحتياج اللي بعده، وهكذا. وفي الحتة دي الكلام عمره ما بيخلص عن الوعي، لأن الوعي هو يعني مظلة كبيرة وتحته حاجات كتير. وبمناسبة بقى ان احنا دلوقتي يعني في حلقة كده جميلة في بودكاست وحصري في هتفرق معاك، عايزين بقى تقول لنا عن الكتاب. هو يعني مش بقول كده عشان هو كتابي، بس هو بجد هيفرق معاك. دي اكتر حاجة حلوة، اكتر حاجة ان هو فعلا هيفرق معاك. بصي، الكتاب ده هو عبارة عن 90 خطوة الإنسان بيمشي فيهم علشان يوصل لفكرة إن هو يحب نفسه. جميل. الإنسان لما بيحب نفسه بيقدر يحب الدنيا كلها، ويحب اللي حواليه، ويدي من غير ما يستنزف. ف يعني الكتاب ده أخد مني مراحل كده على ما عرفت أصيغه بالطريقة دي. وده ويعني حتى كاتبة كده في آخر الكتاب إن أحيانا بعد ما بتخلصي لوحة، أنا أصلا أنت عارفة طبعا إن أنا مهندس ديكور، فبعد ما تخلصي لوحة بترجعي تبصي كده تقولي هو أنا هعرف أرسم زي اللوحة دي تاني في حياتي؟ لوحة حلوة. ده إحساسي بصراحة تجاهه. يعني حاسة إن أنا طلعت فيه حاجة، أنا منبهرة. واحنا كمان هننبهر، متأكدة ان الكتاب هيكسر الدنيا ان شاء الله. بإذن الله. يعني هو جواه أسئلة، جواه الحلول، تساؤلات كتيرة قوي في قلبيه، صفحات يعني هتقضي مع الناس قصص وحكايات، وهيكتبوا جميل. حاجات كتيرة قوي. ودي من الحاجات اللي احنا محتاجينها، ان احنا نفرغ وان احنا نكتب ونعترف. واهم نقطة موجودة في الكتاب هي النقطة اللي انا بقولك عليها، ان احنا كتير قوي بيبقى فينا حاجات ومش شايفينها. فعن طريق الكتاب ده وعن طريق الأسئلة اللي موجودة فيه، هي اللي هتقولك اذا كانت الحاجة موجودة فيك ولا مش موجودة فيه. وده كده حد ايه محايد، لا حد هنزعل منه ولا حد هنعمل منه، كلها أسئلة وحاجات خاصة بعلم النفس وكده. فبإذن الله 90 خطوة يخلصوا، والناس توصل بجد لفكرة حب الذات. كتاب اسمه إلى نفسي التي اخترتها. الله، اسم الكتاب اصلا جميل ومعبر اصلا عن الكتاب والفكرة بتاعته. حاسة ان الكتاب صعب ان حد يشتغل على نفسه او يعمل اي حاجة لنفسه غير لو اختار نفسه. ودي يعني والله نقطة مهمة، مش يعني ناس ان كتير بتعمل كده. الانسان يختار نفسه. لا، يعني من غير ما نختار نفسنا عمرنا في حياتنا ما هنقدر نعمل حاجات كتيرة قوي. بس فبإذن الله. ان شاء الله يعني بالنجاح والتوفيق، وكتاب يكسر الدنيا، لان يا رب. اصلا من اسمه ما شاء الله جميل، وناس كتير قوي تستفاد منه، وانا اوله. اول واحد. بإذن شكرا الله. وشرفتينا ونورتينا والله في بودكاست هتفرق معاك، وبجد يعني استمتعت جدا بكل كلمة قلتيها. ميرسي نوران، أتمنى أن أكون الكلام اللي أنا قلته بجد يكون يفرق مع الناس. ان شاء الله، ان شاء الله يفرق مع الناس، واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست هتفرق معاك مع نوران عمرو.